بيقول لي write the family number 1. ايه ال two numbers ال equal 1؟ a plus a. اول حاجة لما يطلب مني family a number هبدأ اكتب من الزيرو، في كل مسألة هبدأ اكتب زيرو لحد ما اوصل للايه، للنمبر اللي هو عندي ده 1، يعني بعد الزيرو 1. ماشي. بدأت من الزيرو لحد ما وصلت ل1، كتبت في اول مسألة زيرو، كتبت في المسألة التانية 1، واحط بعد الايكوال النمبر اللي هو جايبه هنا ده 1، او بالشكل ده. 0 plus a equal 1. 0 a equal 1. هعمل count after 0 to 1. 0 1. طب 1 و a يدينا 1، لما الاقي ال two numbers same يبقى 1 and 0. فين شرحتي يا مس؟ هشرح واحدة تانية، انتظري. تعالوا نشوفوا number 4. ايه ال two numbers اللي انا اعمل لهم add يدونا 4 equals 4؟ بصوا، عند ال equal هبدأ اكتب هنا 4، يعني انا عايزة اشوف two numbers يدونا 4. ماشي بالشكل ده. وبعد كده هبدأ من الزيرو لحد ما اوصل للفور. 0 1 2 3 4، هو بالشكل ده. اكمل بقى عشان اعرف 0 ايه يدينا 4. هعمل count after 0 to 4. after 0 1 2 3 4، يبقى 0 and 4. 1 plus what equal 4. هعمل count after 1 لحد ما اوصل لل 4. after 1 2 3 4، يبقى 1 and 3. 2 plus what equal 4. count after 2 to 4. after 2 3 4، يبقى count 2. طيب 3 plus what equal 4. count after 3 to 4. after 3 4، يبقى 1. 3 and 1. عشان قايلة فوق 1 and 3 هنعكسهم، يبقى 3 و 1. قايلة فوق 0 و 4، يبقى لتحت 4 و ايه، 4 و 0، عشان النمبر بيكون same. تعالوا نشوفوا مسألة تانية. عايز الفاميلي اوف نمبر 2، يعني ايه التو نمبرز اللي انا اعمل لهم اد يدونا 2. هبدأ اكتب بعد الايكوال نمبر 2 كده. وهو عايز الفاميلي اوف 2، يبقى هبدأ بالزيرو. هكتب في اول مسألة 0، بعد كده 1، بعد كده 2. 0 plus a equals 2. after 0 هنعد after 0 1 2، يبقى 0 and 2. طيب 1 plus what equals 2. اعمل count after 1 2. 2 after 1 2، يبقى 1 and 1. right، هكتب 1. 2 plus what equals 2. ال two numbers same، يبقى 2 and 0. يبقى بكتب بعد الايكوال الفاميلي نمبر اللي هو جايبهولي، وببدأ اكتب في كل مسألة ببدأ من الزيرو لحد ما اوصل للنمبر اللي هو عايزه. وبعد كده بقى ببدأ اعمل كاونت مثلا من الزيرو لحد مثلا ايه الثري اللي انا هكتبها، عشان اعرف زيرو ايه يدينا مثلا 3، زيرو ايه يدينا 2، وهكذا. ده لو الناس طبعا اللي هي مش حافظة